موضوع الإنترنت الغير محدود رجع تاني في مصر بقوة كبيرة جدًا، علشان إحنا دلوقتي خدنا بالنا إن الإنترنت الغير محدود الناس يقدروا إن هم يعملوه بمنتهى السهولة عندنا في مصر، من غير بقى ما يكون في مشكلة البنية التحتية والحاجات اللي هم كانوا بيقولوها دي. بعد مشكلة السنترال اللي اتحرق بتاع سنترال رمسيس، عرفنا إن شركة وي قدرت إن هي تشغل الإنترنت حتى لو هي زي ما هي ما بتقول بطريقة غير مباشرة أو غير طبيعية عن طريقها هي، يعني حاجة هي مش المسؤولة عنها، ده بسبب الحريقة هي اللي حصلت، اللي إحنا اكتشفنا إن وي السرعة بتاعتها بقت unlimited لفترة محدودة لبعض المستخدمين أو ممكن تكون لمعظم مستخدمينها، والناس قدرت إن هي تحمل كل أي حاجة هي عايزاها بسرعة كبيرة جدا، وده بينتج عنه حبة حاجات اللي احنا المفروض اللي احنا نتكلم عليها. أولا أنت كنت بتقول إن البنية التحتية اللي عندك هي سيئة ولسه مش معمولة بقى اللي هي الألياف الضوئية أو إن هي تبقى فايبر والحاجات دي كلها عشان تستحمل درجة الحرارة وتستحمل الضغط بتاع السرعة بتاعت الناس. الكلام ده طلع فيشنج، لأن الناس اللي كانت موجودة هم مش ناس قليلة، لا دي ناس بالآلافات وممكن تكون بالملايين الناس اللي مشتركة في شركة وي، فطبعا دول كلهم قدروا ان هم البنيه التحتيه تستحملهم. فده بالنسبه لنا اول كذبه انت كتبتها، ان انت بتقول البنيه التحتيه مش هتستحمل ده كله، قدرت ان هي تستحمل. الحاجه الثانيه بس اللي انا عايز برضه افهمها لك، ان الانترنت الغير محدود، عايز افهمك يعني ايه انترنت غير محدود بالنسبه للناس اللي عندها انترنت غير محدود برضه ماشي معاها ازاي. في دول زي امريكا وكندا وروسيا ودول اوروبا كلها عامه، وكمان الدول العربيه اللي بيبقى عندها الانترنت غير محدود. والانترنت الغير محدود ده يقدر ان هو يكون موجود في مصر، ولكن في حاجات كتير قوي لازم اللي هي تنطبق اصلا تكون موجوده هنا في الدوله بتاعتك عشان تقدر ان انت تعملها. اولا الدعم الحكومي والتنافس ما بين الشركات، وكمان يكون في اصلا استثمار بمبلغ قويه جدا عشان يقدروا ان هم يظبطوا بقيه البنيه التحتيه اللي موجوده. الاستثمارات الكبيره زي الالياف الضوئيه لازم تكون موجوده في كل حته، وكمان السيرفرات والسنترالات لازم تكون كمان مؤهله ان هي تاخد السرعات دي، وطبعا الحاجات بتاعتنا بقى تنتشر لكل سنترال، ما يكونش في سنترال واحد بس هو اللي محطوط فيه كل حاجه. يعني الدعم الحكومي ده او التنافس ما بين الشركات، يعني الشركات كلها المفروض ان هم يكون عندهم تنافس في ان مين اللي عنده unlimited افضل، ومين اللي عنده سرعه اقوى، ومين اللي عنده الشبكه مستقره اكتر، ولكن ده مش موجود لغايه دلوقتي. نظام الاستخدام العادل اللي هو بيخلي ان الباقه اول ما بتخلص ان السرعه بتاعت النت بتاعتها توصل لغايه 2 كيلو بايت ولا حاجه زي كده. طب هو هل دلوقتي اصلا احنا عندنا حلول بديله غير اللي احنا بنعمله ده؟ في حلول بديله بيعملوها دلوقتي الشركات الاتصالات وهي شغاله اوريدي، اللي هي السرعات او الباقات اللي ب 300 جيجا و600 جيجا، ولكن برضو الناس بتشتكي ان هي بتخلص في نص الشهر، ما تعرفش ليه برضو، ولغايه دلوقتي ما فيش اي تفسير. وخلاص الكلام اللي انا بقوله لك ده، مصر تقدر ان هي تشغل unlimited، تقدر تشغل unlimited، ولكن في حبه حاجات لازم تتوفر تبقى موجوده عندك هنا، وهنا ان انت يكون عندك تنافس ما بين الشركات في الحاجات دي، ويكون في طبعا الدعم الحكومي، واعتقد ده موجود، وان انت يكون عندك بنيه تحتيه متوفره فيها الحاجات دي. والاهم من ده كله اصلا، الاهم ان انت يكون عندك الاستثمار، لان هنا الشركات الحاجه الاكثر واقعيه واللي انت تقدر ان انت تستنتجها من كل اللي بيحصل قدامك ده، ان الشركات هي اللي مش عايزه تعمل لها unlimited، لان هي هتصرف عليها صرف كبير جدا قبل ما هي يجي لها عائد من الحاجات دي كلها، لان هي هتعمل بنيه تحتيه وهتعمل الياف ضوئيه، ومحتاجه ان هي تغير السيرفرات اللي عندها، وكمان وحاجات كتير جدا ممكن احنا ما نكونش عارفينها وما نكونش عندنا معلومات عنها، ولكن ده هيصرف ملايين، وممكن ما اعرفش ممكن يوصل لمليارات ولا لا على البنيه التحتيه والحاجات دي كلها عشان يقدروا يعملوها unlimited. وطبعا ده بالنسبه للشركات كلها خساره. فانا بدل ما انت بتجيلي مرتين ثلاثه في الشهر عشان اخد منك العائد بتاع الباقه الشهريه اللي هي يعتبر مش شهريه كده، يعتبر اسبوعيه، ليه ما اخدش منك 3 مرات؟ لا خليك واخد منك 3 مرات بدل ما اخد منك مره واحده. طبعا دي كلها هي بتبقى حوار فلوس بحت، حوار مادي بحت، حتى لو هم هيصرفوا هم عارفين ان هم طبعا هياخدوا فلوس اكتر قدام، ولكن هو برضو الفكره كلها ما انا هاخد منك 3 مرات في الشهر بدل ما اخد منك مره، افضل بكتير بالنسبه لي. وطبعا دي اكتر حاجه منطقيه واكتر حاجه مقنعه واكتر حاجه تقدر تحللها من التحاليل اللي حصلت من اول مره عملنا حمله الانترنت غير محدود لغايه دلوقتي. مفيش اي حاجه بتدل ان انت ما عندكش اي مقاومه، لا انت عندك كل المقاومات، لانك انت كمان الدوله معظم الكابلات اللي موجوده في العالم بيمر من تحتيك معظم الكابلات بتاعت العالم كلها، فانت ما تقوليش مثلا ان انت عندك الكابل اللي هيمر من عندك ضعيف او اي حاجه، الكلام ده كله غير صحيح. وطبعا الشركات دي كلها مش هتقدر ان هي تعمل unlimited، لان مفيش اصلا منافس دخل عشان يجي يقول لك انا هعمل unlimited انا كمان، لان هم كلهم يعتبر شغالين من عند سنترال رمسيس اللي اتحرق، يعتبر كلهم بياخدوا الكوتا بتاعتهم من هناك، كل واحد عارف يعتبر السرعه بتاعت التاني عامله ازاي، يعني هم كلهم في بعضيهم، مفيش ولا واحد مثلا جه من بره وقال لك لا ده انا هعمل unlimited لوحدي، فعشان كده هم هيعملوا هم كمان، محدش اداهم الدفعه ان هم يعملوا كده كمان. خلاصه الكلام يا صديقي ان الموضوع تقدر ان هو يكون موجود في مصر بمنتهى السهوله، انت دوله مش قليله، انت دوله قويه جدا وتقدر تعمل ده، اينما هتبقى محتاج بس حبه حاجات تعملها، وحاجات هتبقى بسيطه لو انت تقدر تعملها، ولكن هي الموضوع كله بيبقى معتمد على الشركات هي اللي مش عايزه تعمل ده. وليه بعض الدول اللي بتبقى موجوده، دول عربيه، مش هقول لك بقى دول اجنبيه للناس اللي بيبقى عندها عقده الخواجه والحاجات دي، انا هكلمك على دول عربيه بيبقى موجود عندها الانترنت غير محدود عامل ازاي. السعوديه والامارات وقطر والكويت، وعندك البحرين وعمان، وعندك لبنان، ولكن السرعات بتاعتها هي بتبقى unlimited، ولكن السرعات بتاعتها
بتبقى قليله يعتبر. ففي ناس بيبقى عندها انليميتد بس السرعه بتاعته مش بتبقى اعتياديه زي بقيه الدول. الاردن وتونس والجزائر والمغرب والعراق برضو عندهم انليميتد، والجزائر والعراق برضو عندها نفس الكلام اللي كان موجود في لبنان، السرعه موجوده وانليميتد موجود ولكن السرعه قليله وجزئيه. اليمن وموريتانيا هم يعتبر الدوله اللي عندهم ليميتد يعني محدود زينا ولكن بيبقى مكلف جدا عنده. فانت عندك دول كتير جدا موجوده عربيه وفي منها اصلا ممكن نقول عليها ان هي ممكن ما تكونش متقدمه اكتر منك بس بيبقى عندها انليميتد، بخلاف بقى ان في مثلا جزئي وفي منها اللي شغال كده وكده، ولكن معظمهم اللي انا قلتهم بنسبه 90% من اللي انا قلتهم شغالين عندك انليميتد. بقى ايه اللي عندك خليك اللي انت ما تعملش انليميتد لغايه دلوقتي وتخليك شغال على الحاجات المحدوده؟ ده غير كمان السرعات اللي انا قلت لك عليها 300 جيجا و600 جيجا، الناس بتشتكي ان هي ما بتكملش الشهر ليه لغايه دلوقتي. دي اسئله ملهاش اي استفسار وملهاش اي اجابه غير ان انت مش عايز تصرف. انت كشركات استثمار او كشركات اتصالات موجوده هنا في مصر هي مش عايزه تصرف اي حاجه وعايزاك بدل ما بتجيلي مره واحده في الشهر لا تجيلي 3 و4 و5 عشان انت محتاج الانترنت. فطبعا الحل بتاع الكلام ده كله اللي احنا دايما نفعل الهاشتاج بتاع الانترنت غير محدود. ولو انت تقدر تقاطع بحاجه انت تقدر تعملها من مثلا باقات التليفون والحاجات دي قاطع علشان يعرفوا ان احنا صوتنا عالي. المره دي احنا مش عايزين ان هي تكون حمله وتضيع وخلاص، لا احنا عايزينها تكون حمله فعلا تخلي ان احنا ناخد حقنا. احنا مش بنتكلم غير على حقنا موجود، اوروبا بتعمل كده، الدول العربيه بتعمل كده، كل الحاجات دي موجوده في كل حته في العالم. احنا مش بنطالب اللي هو احنا عايزين نبقى مختلفين عن العالم فعايزين ناخد انليميتد، لا الانليميتد ده حق في كل حته في الدول الاخرى ما بيبقى موجود. يعني احنا بنطالب بحاجه المفروض اللي احنا ناخدها عادي كمستخدم ان انا ارتاح، وما عنديش مشكله ساعتها لو انت بتاخد مني مبلغ، ما انت كده كده بتاخد مني مبلغ كبير عادي مش هتفرق، ولكن انا قصدي ان انت تديلي الكوتا بتاعتي المحترمه. وبس كده بكل الفيديو عجبكم، اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا الموضوع بتاع الانترنت الغير محدود عامل ازاي اكتر، واشوفكم على خير ان شاء الله.